السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم الوصفه ديال هذا العصير هذا اللي كيعطينا واحد الكميه كثيره وباقل تكلفه. دائما غيكونوا عندك المبردات اختي في هذا الصيف هذا في الثلاجه ديالك، وقت ما جاك العطش تحلي الثليجه ديالك وتاخدي كويس ديال العصير. ولا الا جا عندك شي واحد يلقى العصير موجود. هنايا غنحتاجوا نص كيلو ديال الليمون، نص كيلو تاع خيزو، وواحد الحامضه. غادي نغسلهم ونرجع لكم. هنا من بعد ما غسلتهم البنات شديت خيزو نقيته مزيان، الليمون والحامض غسلتهم حيتاش غادي نستعمل القشور الفوقانيين ديالهم بجوج. هنا بالنسبه للخيزو اختاروا خيزو اللي يكون مزيان، ما تيكونش فيه داك العرق الدخلاني، داك القلب ديالو ما يكونش خضر، حيتاش ديك الخضوره كدير لنا واحد المذاق مجهد وغادي تغلب لنا على المذاق ديال الليمون في العصير ديالنا. غادي ناخذوا خيزو غادي نقطعوه دوائر بحال اللي كتشوفوا في الصوره، وغنقطعوه في وسط الطنجره ديال الضغط ولا الكوكوط حيتاش غنطيبوا هذا العصير هذا. هنايا بالنسبه للحامض والليمون غادي ناخذ غير القشره الرقيقه الفوقانيه، غادي نقيها، نحاولوا ما نديوش مع القشره البيضاء كما كتشوفوا. والقشره البيضاء غادي نحيدوها ونرميوها حيت هي كتكون فيها واحد المروره كتمرر لينا العصير. صافي غادي نقيها ونقطع الحامض ديالي دوائر، ونحاول كل دائره نقيها من داك العلف حيت حتى هو كيمرر العصير. يعني دوز لكم غير حبه وحده راه كدير شويه المروره في العصير، نعطيه الخاطر ولكن راه النتيجه كتكون زوينه. نفس الشيء غادي ندير حتى الليمون، نحيدوا القشره الفوقانيه نحتفظوا بها، والبيضه غادي نقيوها. هنا الليمون تقدروا تاخذوا ديال العصير تكون القشره ديالو رقيقه، تما ما كتكونش القشره البيضاء، يعني كتقطعوا الليمونه كامله. انا درت النافل تيكون شي شويه مهبر، يعني سنحيد القشره الفوقانيه والبيضه كنرميها، عاد كنقطع اللب ديال الليمونه. اما الا درتو د العصير راه تيكون هو في الاصل رقيق، ما تتكونش فيه ديك اللبابه. هنا من بعد ما قطعت الليمون حتى هو الا كان فيه العلف حيدته، غادي ندير واحد الاطرو حتى الاطرو ونص ديال الماء، وغادي نزيد واحد الكاس د العنبه ديال السكر. غادي نسد الكوكوط ديالي وغادي نديرها فوق العافيه. منين كتبدا تصفر الكوكوط كنحسبوا ليها ثلث ساعه. من بعد ما دازت ثلث ساعه قلبتو في هاد الطاوه هادي باش دغيا يبرد ليا، خشيتو في الفريغو باش دغيا يبرد باش نطحنو معاكم. الا كان عندكم البغا ميكسور تيكون عنده الراس ديالو ديال الحديد ماشي مشكل واخا طحنوه هو سخون. انا عندي طحانه فيها بلاستيك ما بغيتش ندير فيها السخونيه، غادي تشقق ليا. صافي غادي نعمروه هكا في الكاس ديال العصير وغادي نطحنو مزيان مزيان البنات، طحنوه حتى كيولي بحال البصاره، يعني ما تيبقاش فيه الشوائب نهائيا. حتى الا صفيتوه ولقيتو الشوائب عاودوا طحنوا عاوتاني، يعني راه كيتطحن بكل سهوله حيت خيزو طايب الليمون طايب كيتطحن دغيا دغيا. غادي نميكسيه وغادي ندوزو ضروري في الصفايه المعلومه هاد الحمراء هادي، باش الا بقاو شي شوائب ولا شي حاجه كيتحيدوا. ومن بعد غادي نزيدو الكميه ديال الماء اللي خاصه. هنا تقريبا عندي 2 يطرو، غادي نزيد 3 يطرو ديال الماء. هنا البنات لغد ليه فاش بغيت نكب العصير في الكيسان لقيتو شويه خاسر، كبيتو في البانيو وزدتو شي شويه ديال الماء وزدتو شويه ديال السكر، يعني واحد 4 كاس نتاع السكر، زدتو ايطرو ديال الماء تقريبا اللي زدتو، يعني في المجموع عطاني 6 ايطرو ديال العصير. معروف على العصير الليمون كيخصو يجي خفيف، ما يجيش ثقيل بحال الخوخ بحال المشماش بحال البنان. هادو فواكه كيعطيونا عصير شويه خاطر. الليمون لا كيخصو يجي جاري باش هكا كيبان راه عصير ديال الليمون. صافي البنات هنايا كندوقوا السكر كنشوفوا واش خاصو يتزاد ليه السكر ولا لا. المهم درنا كاس في الاول طيبنا به العصير، من بعد زدت نص كاس، لغد لي عاوتاني فاش زدت داك ايطرو د الماء زدت ثلث ديال الكاس، يعني تقريبا 2 كيسان لارب نتاع السكر اللي درت في المجموع في 6 ايطرو ديال العصير. غادي نعمر العصير ديالي في هذا الفيديو هذا ديال 5 ايطرو. تصوروا البنات 6 ايطرو ديال العصير عندكم في الثلاجه راه سيمانه كامله ما غاديش تخمموا في المبردات داخلين كتشربوا العصير، خارجين كتشربوا العصير. وزوينه البنات كنديروا مع بيتزا، مع يعني اي وصفه درت ولا اي وجبه حطيت كنحط معها العصير. والعنصر السحري في هذا العصير هذا هو سنيده الحامضه. انا درت معلقه صغيره في 5 يطرو ديال العصير باش ما يجيكمش حامض بزاف، كيعطي واحد الحموضه زوينه، حيت الليمون فاش كيطيب ما كتبقاش فيه ديك الحموضه الطبيعيه ديالته. كنعوضوها بهاد السنيده الحامضه اللي غادي تلقاوها كتباع عند هذا اللي تيبيع العطار اللي كيبيع لوازم الحلويات. تقول له عطيني سنيده الحامضه يعطيها لكم غير 5 دراهم، تتعمر لكم قريعه وتتبقى عندكم استعمالات هكا العصير. هنا البنات ما نقولش لكم المذاق كيفاش داير، كنتمنى تجربوه وما تنسونيش من البارطاج ديالكم. الله يجازيكم بخير.